النهارده مش عارف تكسب مودرن سبورت. يا نهار اشد هدومي ده كلمه، مش عايز اقول لك كلمه احمس، اقسم بالله احمس. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، ما هو الا عته من مجلس اداره نادي الزمالك. بص بقى، انت عاوز تشيل الفول وشيل، وعاوز تعمل ما تعملش اللي انت عاوز. في حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، من فضلك مش عايزك تكمل الفيديو معايا النهايه، من فضلك بس كمل النهايه، ما تعمليش لايك ولا اشتراك ولا فعل زر الجرس، ما تعمليش اي حاجه، كمل معايا الفيديو النهايه وقول لي كلامي صح ولا غلط. بقى انت النهارده مش عارف تكسب مودرن سبورت. يا نهار اشد هدومي ده كلمه، مش عايز اقول لك كلمه احمس، اقسم بالله احمس. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، ما هو الا عته من مجلس اداره نادي الزمالك. ان النهارده الفرقه مش عارفه تكسب مودرن سبورت، يعني نوع في ايه؟ اما انت فرقه اول مره تكسب في الدوري في حياتها كسبتك انت، يعني احنا النادي الهفا اللي موجود في الدوري. بكلمك بامان، عاوز تزعل ازعل، مجلس اداره نادي الزمالك اقسم بالله ناس قاعده على الكراسي ما بتعرف حاجه. اكلمك اقول لك انا كده شويه كلام والله ما عارف ابدا منين ولا اقول لك ايه، تشكيل ايه ومدير فني ايه، راجل بص على الدكه ما لقاش حد نزل شيكابالا. تخيل نادي الزمالك بينزل شيكابالا عشان يحل مشاكل الدفاع اللي شيكابالا اصلا بدنيا مش قادر يعمل حاجه. فتقول لي اقول لك ايه، اقول لك ابدا من الاول. اقول لك اخواتي الكريمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده. هي فين البدايه؟ انت بداتها منين؟ ولا نهيتها ازاي؟ ولا هتنهيها ازاي؟ الراجل كل شويه ده احنا عشنا فتره الاهلي في اوسخ مراحله في حياته اداريه. يا راجل ده جمهوره اللي دايما بيطبل للكابتن محمود خطيب النهارده مش قادر يطبل له، شايف النادي واقع. فانت النهارده بدل ما انت تستغل وقوع الاهلي بتلازم مودرن سبورت. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله من اكتر المرات اللي بقى فرحان فيها الزمالك خسر. ليه؟ عشان المفروض الخساره دي تفوقك مش تنيمك. انت النهارده لو كنت كسبت كنت عملت ايه؟ صدرت جدول الترتيب، هنفضلوا نحفلوا على الاهلي والاهلي واحنا الاول والاهلي مش عارف نزل مكان. وبعدين ماذا بها؟ مفيش حاجه. الاهلي النهارده بدا يفوق. ده في حاجات تهبلك. يعني انت جددت سيف الدين الجزيري ليه؟ عشان تفضلنا بيه؟ يعني انت جبت سيف الدين الجزيري عشان تفضل بيه جمهور الزمالك وجمهور الفرق المنافسه؟ لاعب مش قادر يعمل حاجه. تعال بص كده على الدكه، عندك مين؟ مصطفى شلبي اللي الناس كلها بتطبل ايه مصطفى، وانا اقول لك مصطفى ما بيعرفش يلعب كوره. مصطفى في انبي كان جبار في ناس مش عارف يمسكوه، وانت فاهم ايه مصطفى حتى نفسه نزل على الفيسبوك يقول لك ايه مش عارف مين نسخه مين، ومصطفى نسخه جوه السنه احسن. يا سلام، ده احنا بينا 100 تعالى بقى بص على الدكه تلاقي مين؟ كونراد مشلاك. مين كونراد مشلاك؟ كونراد مشلاك اللي جايبينه من احد نجم اللي هم جايبينه يسووه عندك. تخيل نادي الزمالك اللي كان بيطلع لعيبته تنور في انديه الدوري المصري وتنور بره زي كهربا وزي مصطفى محمد وزي انت النهارده مش عارف تعمل حاجه. جايب كونراد مشلاك تسوقه له جايب زياد كمال تسوقه له بعقود غريبه، بعقود تهبل. يعني انت عندك شويه حاجات كده في العقود ازاي بيحطها. مين بقى منور في الزمالك؟ 3 لعيبه، ما هوش في 2 مش موجودين وواحد موجود. عبد الله السعيد اللي فاضل له سنه يا جماعه، ده عبد الله كبر ده بجدد له. راجل بيديك في الملعب، انت عايز تعمل تقول لي سن ايه؟ عبد الله السعيد اللي بيعمله في انديه يعني اللي لعب فيها اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز، ما حدش عبر التاريخ قادر يعمل اللي عبد الله بيعمله في السن ده. فانت النهارده مش عايز تجدد له؟ اشرب، البس، استحمل. تعال انت يا ناصر ماهر واحمد حمدي اللي كانوا نجوم الصفقات هو عبد الله السعيد، الاثنين مش موجودين، شيل ازاي في الزباله. اقسم بالله ولا زمالك دي كوره، لا انت مش قادر تختار. ويجابوا بقى ابو احمد سيد زيزو والله عايزين يا جماعه 50 مليون جنيه من حته ده 50 مليون جنيه ده مش عارف يستلم النهارده. انا قعدت انهد واقول لك زيزو بيقدم مستوى خرا، ويا جماعه جدوا له عشان يرجع للمستوى. زي ما قلت لك قبل كده زيزو في ايام التجديد ما تاخدش منه كوره، يا تمشيه يا جدد له. انت النهارده عمال يا عم والله العظيم تنهد وتتكلم في ناس قاعده على الكراسي اشباه ناس بتتكلم في الاداره. عندك الاداره المسؤوله في مصر كلها ما بتفهمش حاجه، واولهم نادي الزمالك. انت عاوزني ترجع اقول لك والله ده مرتضى منصور يرجع، يعني اعملوا هاشتاج نرجع مرتضى منصور اللي هو اصلا لو كان لسانه ده وسكت كان هيبقى اعظم رئيس نادي جه في تاريخ مصر بحالها مش تاريخ نادي الزمالك. الراجل ده اللي بوظه لسان. فانت النهارده عايز نقول لك ايه؟ ولا يوم من ايامك مرتضى منصور خليتنا نعمل كده، خليت النهارده لا انت قادر تجيب صفقات ولا تجدد الصفقات ولا تجيب لعيب. بص اقسم بالله انا حاسس ان هم جم يا عنده مرتضى منصور يا عنده بس ليه انت فشلت في فلوس عليك هدفعها لك، انت فشلت في الفيفا تحل قضيه مش عارف ايه هخلصها لك، دفعت لك فلوس مش عارف ايه داخل في 7 مليون دولار دفعهم من اثار مرتضى منصور. انا مالي؟ يعني انت وانت داخل ترقص يعني الكابتن حسين لبيب تصحي من النوم كده والله انا عايز ابقى رئيس نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك معلوش فلوس؟ عارف اللي عليه فلوس. نادي الزمالك مش عارف ايه؟ ايوه عليه. حضرتك عملت قايمه في حب نادي الزمالك وفي حب مصر، عملت ايه لنادي الزمالك وعملت ايه لمنتخب مصر؟ ولا اي حاجه. ما عندكش لعيب محترم نقول له روح المنتخب. يا جدع انا بقول لك الاهلي في اسوأ مستوى ليه؟ حس بكده بدا يفوق. وانا قلتها لك قبل كده ان مصطفى العيش الاهلي مخلص معاه كل حاجه فاضل زيد. عشان تعرف ان كلامي صح، الاهلي خلص مع مصطفى العيش رسميا في زيد على سبيل الاعاره المهم الراجل يفوق الموسم اللي باقي له، وجاب اللي هو نيجي راديجار ده عشان يفوق الموسم بتاعه. حلو. انت بقى ما جبتلناش صفقه حلوه ولا هتجيب. يعني فاضل لك 6 ايام او حوالي 7 ايام على غلق باب القرن الافريقي اللي هي كونفدراليه، اللي انا قلت لك انت لو ب3 صفقات بس تحط الدوري افريقيا في جيبك.
ايه عملت انت ايه ولا حاجه؟ نتكلم نقول ايه؟ انا والله العظيم ما مش عارف نتكلم نقول ايه. انت النهارده انا مش عارف تشكيل ايه. وجوز صراحه هتطلع بالفتوح اللي بيلعب بالشوكه والسكينه، الشوكه والسكينه والفتوح بيلعب، وبنتايج نزل كال الخط، كان خط الشمال رايح جاي رايح جاي. اللاعب اقسم بالله انا تعبت له. ناصر منسي ده كان ماشي حضرتك. ناصر منسي ده قبل اللي انت ما تعرفوش بقى ان قبل السوبر الافريقي ناصر منسي كان ماشي في الزمالك، كان خلاص قوب قوسين او ادنى من الرحيل بره نزل عشان جاب الجول. ناصر منسي بقى اسمه الاسطوره من اسوان للمعموره. وقالوا ايه؟ قالوا الزمالك نيله يا بيه. فين الزمالك؟ مش موجود. ازاي مش موجود؟ مين تاني مكتوب في القايمه دي؟ مين تاني موجود؟ والله مصطفى شلبي قلناه، زيزو قلناه، سيف الدين الجزيري اللي بدلنا وبدل اللي خلفونا جبناه. فانا مش عارف تروح تقول ايه؟ مين تاني؟ يعني انا مش عارف. بص انا بقول لك نزل يبص على الدكه كده، مين يعمل الفرق؟ مين موجود؟ كونراد؟ لا شيكابالا ده اذا كان هو اللعيبه اللي قال عليها تمشي انت جددتها. قال لك سيف الجزيري ما عنديش مشكله نمشي، جددت له. سيف فاروق جعفر عايز يمشي لسه موجود. مش عارف مين كونراد مش هناك، هو مش مقتنع بيه لسه موجود. وفي الاخر يقول لك ايه؟ الزمالك جروس مش عارف مين كان بيتكلم من هنا. قال لك جروس قال لك ده اسمه الصحفي اسمه محمد مش عارف محمد ايه، المهم بيتكلم يعني على صفحته بيقول لك ان الزمالك جروس قال لهم انا عايز صفقات مجانيه. بقى جروس هيقول لهم هاتوا صفقات ببلاش؟ ده يعني اللي كان بيكتب يعني كلام حتى اللي قاله للصحفي ده ان كان بيتكلم صح فده مجنون، ده المفروض يمشي. يعني انت مش عارف، انت عندك ناقص في الفرقه، هتكمل بمين وهتروح بمين؟ يعني انا مش عارف نطبل لكم نقول لكم ايه؟ قعدنا نلعب في مجلس الاداره وحلوا لنا صفقات. كل ما تيجي تتكلم الارث بتاع مرتضى منصور انا مالي؟ انت عنده هو تقول عايز توصل سمعته هو اكتر ما هي بايظه. يعني ما تركز في ناديك وركز في مستقبل اللعيبه بتاعتك. لا انت عارف تجدد الونش ولا عارف تجدد عبد الله السعيد ولا عارف تجيب لعيب ولا عارف انت قاعد بتعمل ايه؟ يعني الناس موجوده في مجلس الاداره قاعدين بيعملوا ايه؟ قعدنا نقول اقسم بالله انا كنت من اكتر الناس اللي بشتم مرتضى منصور عشان خاطر عنده في احمد سيمان. طلع مرتضى منصور عنده حق في كل الناس اللي انتقدهم. يعني انا قعدنا ننتقد مرتضى منصور عشان بينتقد ناس هو اصلا عنده صح انه ينتقدهم. هتروح فين انا مش عارف. ده كوره ده ماتش. يعني انت كان عاجبك اداء نادي الزمالك؟ انا مش عارف والله. ده اداء مش عارفين بسطين 2 3 على بعض، مش عارفين يستلموا. مفيش حد يرفع الكوره كده ويبص يعمل اسكان ويشوف يلعب الكوره. مفيش. الزمالك مالط اقسم بالله مالط. انت بقى تزعل من كلام، ما تزعلش، انا بقول لك الحقيقه. في ناس عماله يقول لك ايه طب معلش وسيد اللعيبه ومجلس اداره والكلام كله حمضاء. انا مش عارف هنروح نعمل ايه. انت شايف منظر الزمالك كويس اقسم بالله. ده يا عائل ده مودرن سبورت كسب الزمالك. تخيل يعني الاهلي بيديك اكتر من هديه وانت مش عارف تعمل سكواد مين. يعني انت سكوادك ده احسن من مين؟ سكوادك انت كزمالك احسن من مين في الدوري المصري؟ احسن من الاهلي؟ طبعا لا. احسن من بيراميدز اللي عمل كتيبه مدججه بالنجوم. الفريق ده لو عنده جمهور اقسم بالله لا ياخد الدوري 10 سنين بالامل عنده دي. هي الكوره كده، اداره صح وجمهور صح واتفرج على الدوري، اتفرج على فرقتك اللي انت بتشجعها. لكن الزمالك لا عنده لعيبه صح ولا عنده مجلس اداره صح وهو الجمهور بس وعايزين يعملوا ايه؟ نفسهم. مفيش رئيس نادي دخل نادي الزمالك الا ما كان قصده اسقاط نادي الزمالك ايا كان ده هو مين. انا مش عارف اكلمك كده اروح فين. من فضلك يعني انا قلت لك رد عليا في الكومنتات. مش عايزك تعمل لي لايك ولا تعمل لي اشتراك ولا حتى تعمل اي حاجه. رد عليا في الكومنتات. الكلام صح ولا غلط؟ مش عايز اكتر من كده. وسلام يا عم عشان ما اقولش عليك. سلام.